هنعمل مع بعض النهاردة أحلى أكلة شتوية، المحشي. وفي الصيف كمان، يعني هي في أي وقت المحشي لا يعلى عليه، أحلى أكلة فعلا الواحد بياكلها هي المحشي، وخاصة محشي الكرنب. هنشوف مع بعض إزاي أشتري الكرنباية صح، إزاي ألفها صح، وإزاي لو هتعملي أرداحي كده زي من غير ما عندكيش شوربة، ما عندكيش حاجة، إزاي تعملي شوية شوربة يخلولك المحشي بتاعك أحلى محشي. بس قبل ما نبتدي، لو انت اول مرة تشوفي قناتي، اتمنى تضغطي على زر اشتراك وفعلي زر الجرس واختاري الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله، واعملي لايك للفيديو وشيروه لاصدقائك علشان يشوفوه. نشوف بقى ازاي بشتري الكرنبايه. انا هنا نزلت السوق فلقيت الكرنبايه كده كبيره، طمعت بصراحه وخدتها، ودي كانت غلطه. اول حاجه لما تشتري الكرنبايه ما تجيبهاش كبيره قوي، لان فعلا مش هتلاقي حله تاخد الورقه دي، الورقه كبيره قوي عشان اسلقها. فعلا تعبتني، وطبعا شيلها تقيل، وفي نفس الوقت مش هتقدري تخلصيها كلها في مره واحده. فليه؟ هاتي الكرنبايه اللي هي الوسط، وما تجيبيهاش مكبوسه قوي، هاتي الكرنبايه مهويه شويه، عشان المكبوسه قوي ورقها بيبقى لازق في بعضيه جامد، فبتضطري تسقطيها في ميه مغليه وبتبقى متعبه. لو جبتيها مهويه، مهويه يعني ايه؟ يعني تدوسي عليها كده تلاقيها ايه؟ مش مكبوسه قوي. انا فككتها من بعضيها بالطريقه العاديه التقليديه خالص. غليت ميه، سخنت ميه مش مغليه، هي بتبقى قبل درجه الغليان. سخنت ميه على النار، حطيت فيها معلقه ملح ومعلقه سكر، السكر بيحافظ عليه ما يتهريش وبيسكره كده ويديله طعم حلو، ومعلقه كمون. وانا الكمون هو الحبه اللي بحطهم هنا، ومش بحب احط كمون للمحشي للخلطه يعني. بعد كده ابتدي اسلقه. بتنزلي الكرنبايه من الناحيه التخينه، وبعد كده ابتدي احط عليها ميه سخنه كده على الاجزاء اللي بره، عشان ايه؟ تدبل كده وتطرى شويه، واقدر ان انا ايه؟ انزلها في الحله بتاعتي. بعد ما نزلت هنزل واحده تانية بنفس الايه الطريقه. واعرف ازاي بقى ان هي استوت؟ بروح ايه يعني دقيقتين تلاتة واغرز ضفري فيها، لقيتها كده خلاص استوت، اطلعها. حسيتي ان هي استوت زياده، افتحي عليها الحنفيه عشان ايه؟ توقف عمليه السوا، لو انت حسيتي ان هي استوت منك زياده. بعد كده بطلعهم في مصفى واسيبها لغايه ما تتصفى وتبرد خالص، وابتدي ان انا ايه؟ اوضبها كده. تمام. انا بمسكها بتنيها من عند العرق التخين اللي هو بيبقى في النص، وابتدي ان انا ايه؟ اقطعه. الطريقه دي بتبقى حلوه قوي وسهله قوي، بتسهل عليا عمليه التوضيب الكرنب، وفي نفس الوقت بتبقى الصوابع كلها تقريبا مقاس واحد. بتقطعي على حسب طول الصباع اللي انت عايزاه. ناس كتير قالت لي ان انا عامله صوابع طويله، مش عارفه بقى فعلا يعني. اكتبوا لي كده في الكومنتات، الصباع كده طويل ابقى اصغره شويه. بس بصراحه يعني انا شايفه انه مش عارفه، حاسه ان حجمه كده كويس. بس كتير بيقولوا لي لا، صغري الصباع عن كده شويه. ايه رايكم؟ اصغره ولا اسيبه كده؟ مش عارفه. ببتدي الورق بتاعي اوضب الورقه كده، وابتدي ايه؟ الفها رول، وابتدي اقطعها بالحجم اللي ايه؟ المناسب ليا. هعمل كل الكمية بتاعتي بالطريقة دي. بس شايفة بتبقى حلوة ازاي الورقة؟ حتى لما نخزنه ان شاء الله نخزنه مع بعض برضو بالطريقة دي كده بتبقى ايه؟ بتبقى ظريفة. بس هو تخزين الكرنب انا مش بحب اخزنه قبل شهر 3 كده، بيبقى فعلا حلو قوي. ببتدي بقى دلوقتي هعمل ايه؟ شوية الشوربة الحلوين، لان ما عنديش شوربة. جبت مية على النار، حطيت فيها بصلاية، حطيت طماطماية، حطيت واحدة مرقة خضروات لو مش عايزة ما تحطيش، وملح وفلفل اسود وورق لورا وحبهان. وابتدي ايه يعني؟ بعد ما بوضب كده الكرنبايه على طول، واسيبهم بقى يغلوا مع بعض كويس قوي. اوطي النار واسيبها تغلي مع بعض تاخد وتدي كده مع بعضيها والحاجات كده ايه؟ تنزل كل الخلاصه بتاعتها في الشوربه. بعد كده بجيب الحله بتاعتي على النار، هحط بصلايه حلوه كبيره كده. كتري الخلطه، كل ما كانت خلطه المحشي كتيره كل ما كان المحشي بتاعك جميل. بصلايه كده حلوه محترمه كبيره، او بصلتين، انا عامله بصلتين. بدبلهم بس يا دوب ان هم بيتبلوا، وبنزل عليهم برضو بواحده مرقه خضروات او مرقه دجاج، ايا كان اللي انت بتحبيه. مش عايزه خالص خلاص ما تحطيش. كده تمام. بعد كده هنزل عليها بايه؟ بالطماطم، عصير الطماطم. ما تحمريهاش زياده. احط كمان طماطم، الطماطم كده قليله فهحط كمان حبه، واسيبها تتسبك. دايما لما تسبكي اي تسبيكه
سبكيه على نار متوسطة او هادية، مش نار عالية. النار العالية هتبخر المية بسرعة، ومش مش هتديكي الطعم الحلو بتاع التسبيكة. حطيت ملح، حطيت البهارات السبعة، حطيت جزرية مبشورة. لو ما عندكيش جزر او مش عايزة تحطي جزر، حطي نص معلقة سكر. بس الجزر بصراحة بيديله طعم حلو قوي. حابة تحطي نعناع حطي. سبكتها على نار هادية. بعد كده خلاص، بعد ما تسبكت تماما هنزل بالرز. هقلبه حوالي دقيقتين بس في الخلطة. طب لو انت عايزة تلفي المحشي وتبيتيه لتاني يوم، لا، اضغطي على الرز شوية في الايه في التقليب مع الخلطة. يعني 5 دقايق كده او حاجة، علشان ما يبصش. وفي نفس الوقت المية اللي في التقلية ما تخلوش يتحلل كده ويتفتفت. بعد كده بعد ما طفيت حطيت الخضرة وحطيت فلفل، حبة الفلفل اللي في الآخر دول بيبقى حلوين جدا. أنا الفلفل لأنه كان حراق قوي فحطيت حبة قليلين. بعد كده هبتدي ألف. طب ألفه إزاي؟ شايفة اتجاه نسيج الورق؟ لازم اللف يبقى في نفس الاتجاه ده. ما ينفعش بالعكس. لو لفيتي بعكس اتجاه النسيج بتاع الورقة، الورقة هتتقطع معاكي. طبعا هما بيقولوا لي كده طويل، فمش عارفة فعلا الصباع كده طويل ابقى اصغره ولا ايه. يا ريت تقولوا لي رايكم. بعد كده بحطها برصها في الحله، وبجيب ايه حبه زيت. انا حطيت كده معلقتين زيت. وبعد كده بنزل بالشوربه بتاعتي، صفيتها على نار عاليه لغايه ما يغلي، وبعد كده اوطي النار.